في البداية يطلع يقول لك أنا بلعب في أفريقيا، أنا بمثل مصر، فلازم تأجل لي ماتشاتي عشان أنا بمثل مصر. فاتحاد الكرة يقول له يسع يا عم للنادي الأهلي ده بيمثل مصر، أجلوا له كل ماتشاته يا جماعة وريحوه، وادوا له ترتيب ماتشات اللي هو عايزه. شوف هو عايز يلاعب مين وخلوه يلعب. وبعد كده يقول لك المنتخب الأول محتاج لعيبة الأهلي عشان عنده ماتشات في تصفيات كأس العالم وماتشات مهمة. فالنادي الاهلي يطلع يقول يا جماعه لا انا اصل انا عندي ماتش في الكاس مهم جدا في دور ال 32 ملوش اي لازمه فمش هيقدر معلش اقدم المنتخب لعيبتي. فاتحاد الكوره ياجل له ماتش الكاس. وبعد كده المنتخب الاولمبي يطلب لعيبه من الاهلي معينه عشان تمثل المنتخب الاولمبي في الاولمبيات. لكن الاهلي يرفض ويقول والله لا معلش اصل انا محتاج لعيبتي عشان الدوري مهم جدا، لازم اخد الدوري ال 44 اللي ملوش اي لازمه وباخده كل سنه بالتحكيم وبالتطبيل وبترتيب الماتشات السهلة قبل الصعبة عشان ننوس عين ماما في الآخر ياخد الدوري. فيطلع المنتخب الأولمبي يقول له خلاص يا عم مش عايزين منك حاجة، ادينا بقى لعيبة المنتخب الأولمبي اللي هم أصلا لعيبة شباب. وهنا تتجسد البجاحة في أبهى صورها. ويطلع الأهلي يقول لا أنا مش هديك اللعيبة الناشئين والشباب بتوع المنتخب الأولمبي بتوعي إلا لما بيراميدز وكل الأندية تديك. لا وكمان بيحرض أندية الدوري إن هي تعمل زيها زي الأهلي. يا جماعة محدش يدي اللعيبة بتاعته للمنتخب الأولمبي المصري إلا لما بيراميدز يدي اللعيبة بتاعته. يعني بتلعب في أفريقيا فأنا بلعب باسم مصر ولازم نرفع اسم مصر. ولما منتخب مصر نفسه يطلب لعيبة من الأهلي عشان تلعب باسم مصر يقول لا والله معلش مش لاعب.